سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير. جبت لكم اليوم كريسبي تشيكن مقرمش، واحد القرمشه ما تخلص. نتمنى انكم تجربوه، طريقه جد سهله وسريعه، ما راحش تدي لكم وقت، وكذلك ما فيش تعقيدات، مكونات جد بسيطه. نتمنى انكم تجربوه كما قلت لكم، واللي جربوه يخلي لي في تعليق كيفاه جاه. نبداو عفوا على بركه الله في طريقه التحضير. راح نحتاج كميه من صدر الدجاج، نقطعوه قطع كما راكم تلاحظوا. القطع هنا بالطول، وحاولوا انكم ما تخشنوش، السمك تاعو يكون شويه رقيق بهذا الشكل. في التوابل راح نحتاج توابل بسيطه، اللي هي الكركم، فلفل اسود، زنجبيل، كمون، ملح. انا هذا واش نستعمل توابل، ما نكثرش. كذلك نحتاج الخردل، حوالي 2 ملاعق كبار. الخردل لهنا ضروري. انا لهنا اللي نمد لكم التتبيله تاعي، كل واحد كيفاش يخدمه. كذلك نحتاج 4 ملاعق كبار زيت زيتون، اللي يحب يدير زيت نباتي يدير زيت نباتي. نخلط لهنا مليح حتى تدخل كامل هذيك التوابل في صدر الدجاج. نخليه لنا يرتاح على الاقل 4 ساعات باهي مارينا مليح. من جهه اخرى نجيب حوالي 4 ملاعق كبار فارينه. كذلك في التوابل كمون، زنجبيل، شويه فلفل كحل، ملح. نخلط مليح لهنا مع الفارينه. كملاحظه الفارينه اللي راني نستعمل فيها عفوا فارينه تاع القمح. نتوما لا ديروا الفارينه العادي البيضاء. نجيب لهنا كميه من الماء ونضيفها بالتدريج حتى نتحصلوا على الخليط عفوا، ما يكونش مايه وما يكونش عقد بزاف، يكون في المتوسط كما راكم تلاحظوا معنا، يكون بهذا الشكل. من جهة أخرى نروح نجيب كمية من الفارينة، ندير لها كيس خميرة كيميائية، كذلك شوية ملح، ونخلط مليح. الفارينة اللي هنا ما تحاولوش انكم تكثروا بزاف تاع الترمات، غير شوي. انا هذه قسمتها لقسمين، ما درتش بزاف. نروحوا لهنا بعد ما الدجاج تاعنا يكون ارتاح كما قلت لكم، خلوه على الاقل 4 ساعات. نروحوا نجيبوه ونروحوا تبعوني مليح. نروحوا نغطسوا الغطسه الاولى في الخليط، بعدها في الفارينه. انا لهنا درت طريقتين، غطست في الخليط، بعدها في الفارينه، بعدها في الخليط، بعدها في الفارينه، ورحت قليت. لكن على حسب تجربتي انا فضلت اني هي في كلتا الحالتين يجيكم مليح ويجيكم مقرمش، لكن انا لهنا فضلت اني نغطسو في الخليط، بعدها في الفارينه، ونقليه مباشره. ما دخلتوش في الخليط مرتين، وانتم كما تحبوا. ومن الاحسن انكم تغطسوه مره واحده في الخليط، بعدها في الفارينه. على بالي باللي ما نحبوش احنا بزاف الطبقات تاع الفارينه بزاف، لهذا نتمنى انكم تجربوا بهذه الطريقه، وصدقوني البنات يجيكم بزاف هايل وبزاف بنين. كملاحظه الزيت اللي حتقلوا فيها لازم تكون سخونه مليح، والنار تكون متوسطه. وكذلك الكميه تاع الزيت لازم كي نرمو الدجاج تاعنا يتغطس كامل باش يطيب لكم مليح مع درجه الحراره، يجيكم هايل وما راحش يطيب لكم مخضر. راح يديكم مده الطهي في الزيت حوالي 7 دقائق 8 دقائق بالكثير. وصدقوني البنات صراحه يجيكم هايل. نتمنى انكم تجربوه، ومجموع واحد يجرب الوصفه يخلي لي في تعليق كيفاه جاتو. ما تنسوش الاشتراك في القناه، وصفات متنوعه مع كنوز، وتفعلوا الجرس بيلحقكم كامل جديد. ما تنسوش لهنا كملاحظه الكريسبي تاعكم ديروا في البابي باش ينقص منه شويه زيت. نخليكم تكملوا الفيديو الى وصفه اخرى بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه،